هنعمل جانس الشوكولاتة أو صوص الشوكولاتة بطريقة اقتصادية وسهل جدا بدون شوكولاتة، بأربع مكونات موجودين إن شاء الله عندنا وموجودين في كل بيت. صوص الشوكولاتة ينفع لجميع أنواع الكيكات وللتورت، وينفع كمان لحلويات رمضان، يعني نقدر نزين بيه جميع الكيكات اللي بنعملها وكمان التورت. اول حاجه كده جبت معايا الكسرولة دي كده، هحط فيها كوبايه من السكر سنترفيش او السكر الخشن، معايا كمان كوبايه من الكاكاو الخام، وكمان كوبايه من الزيت يكون زيت نضيف وحلو ملهوش ريحه، وكمان معايا كوبايه من الحليب او اللبن. هقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها لحد ما تمتزج كويس أوي مع بعض، ولازم هنا المقادير تكون متساوية، الأربع مكونات تكون مقاديرهم متساوية. بعد كده هروح على البوتاجاز على نار هادية واحط كده الصوص واقعد اقلب فيه كده وما سيبوش علشان ما يشدش، علشان لو شط طعمه هيمرر، وتكون النار هادية. هقلب فيه كده لحد ما يبتدي يعمل فقاعات كده زي ما انتم شايفين، كأني بعمل كده مهلبية، وبعد كده خلاص هطفي عليه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ممكن ان انا اصفيه علشان يبقى ناعم معايا كده وما فيهوش اي تكتلات باي مصفى، وبعد كده هحطه في اي بولة عندي كده علشان يبرد. طبعا هو لما بيبرد قوامه بيبقى مظبوط وبيتقل عن كده. وخلاص كده صوص الشوكولاتة او جانش الشوكولاتة بقى جاهز معايا. هنزين بيه الكيكات، هنزين بيه التورت، هنزين بيه اي حلويات احنا عايزين لها صوص شوكولاتة، هيكون جاهز معانا بالشكل ده. اهم حاجة في نجاح صوص الشوكولاتة تكون المقادير عندك كلها متساوية، وعلى النار تقلبي فيه كويس، ما تسيبهوش علشان ما يتلسعش منك، كده يبقى معاكي انجح صوص شوكولاتة تزيني بيه جميع انواع الكيكات والتورت. ما تنسيش بقى تحطي لايك للفيديو وتعملي سبسكرايب للقناة لو اول مرة بتشوفيني، وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي.